بوليزاريو، تندوف، الجزائر، الصحراء. عارف دابا كتقول مع راسك المغرب علاش صابر على هذا الشيء كامل؟ علاش اللي ما يهبطش لارمي ديالو ويطرق هذا المسمار نساليو مع هذا التبرهيش في خطره واحده. مره الكركارات، مره السماره، ومالنا على هذه البساله كامله. السلاح كاين، الاقمار الصناعيه كاينه، والرجال كاينين. كيما واحد النهار جدودنا داروا المسيره الخضراء، نديروا حنا دابا المسيره الحمراء. قطع هبرات براو اش غيطرا كاع غتدخل الجزائر. ومن بعد داك النهار عاد كلاو العصا في حرب الرمال، وان كنت ناسي افكرك واللي دوير عاف. هاد الاستفزازات كامله اللي كطرا والمغرب باقي ساكت. شنو زعما؟ واش المغرب ما قادش على هاد الشيء ولا كيفاش القضيه؟ العائله، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. شوف يا حبيبي، ماشي حيت المغرب ما دارش هاد الشيء يعني راه ما قادش عليه، لا بالعكس. ابسولوتلي المغرب ما دارش هاد الشيء حيت عنده حسابات اخرى في راسو. باش توضح عندك الصوره مزيان، انا دابا غنعطيك نفس السيناريو ولكن ابسي تشال، وانت حكم براسك وقول لي تحت في كومونتير شنو كنتي غدير. قالوا سيدنا اللواله الحر بالغمزه، وهذا الفيديو غيكون كله معاني. ايوا حل معايا دماغك مزيان، دير بالك مع الكتابه اللي تحت باش يبان لك المعنى، وعلى بركه الله. تخيل معايا تكون عايش في واحد الحومه وتكون انت هو البوغوس ديال الدرب، ولد عائله كبيره ومعروفه ابا عن جد، السمعه ديالك زوينه وكل شيء كيحترمك، الكبير قبل الصغير. It's particularly good to be here in Marrakesh in Morocco. What most people don't realize is Morocco holds a special place in the heart of Americans. First nation to recognize my country was Morocco. قدام على راسك وغادي مزيان في لاكارير ديالك، وداركم شاده احسن موقع في ديك الحومه، راس الدرب. هي الدخله ديال الحومه كامله، الدار نعمه سيدي شوكه ومشمشه وكتشوف في البحر من جوج جوايه. بينك وبين لا زون فيلا غير زنقه، ولاد الفيلا ديما عندكم في الدار، وحتى انت غادي جاي عندهم متواضع مع ولاد حومتك وكدير معاهم غير المزيان، ووقت اللي احتاجوك جيرانك يلقاوك ديما حاضر. حاجه باهيه تونس هذه حاجه باهيه تونس، مالك يحول سي تونس لاباس عليها. لا يتعلق الأمر برحلات جوية تجارية ولا مدنية، بل الحديث هنا عن جسر جوي استثنائي يحمل مساعدات طبية في اتجاه 15 بلدا من جميع أنحاء إفريقيا. او ميم طون غادي مع ولاد الفيلات في نفس النيفو ديالهم. تحترمني نحترمك ونكبر بك، تشم ريحه بيطانك وتبغي تبومبا عليا نبادقك احسن تبادقه في العالم واخا يكون عندك النواوي. Une humiliation pour la France par le Maroc. De quoi s'agit-il précisément? Ah, je crains le pire, Patrick, parce qu'un journaliste qui l'interrogeait sur la détérioration de nos relations avec le Maroc, le président Macron a répondu de manière, pour le coup, très diplomatique. Oh, vous savez, nos relations sont très amicales. Aussitôt, le gouvernement marocain a fait savoir, et là de manière très peu diplomatique, que les relations entre Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI, mais aussi entre la France et le Maroc, n'étaient, je cite, ni bonnes ni amicales. Alors je pense que وحيت انت ولد الناس وولد عائله وخدام على راسك، فين ما كتكون شي مناسبه مزيانه عند شي حد ديما انت معروض حاضر ناظر، داير بلاصتك وسط الناس، مخلي بلاصتك نقيه وكل شيء كيهضر عليك زوين. وحيت داركم كبيره ومشمشه ومصلوحه مزيان، كتقدر بوجهك احمر تعرض على ناس كبار يجيو عندك حتى للدار وتضيفهم احسن ضيافه، منك يا طواجن، منك يا بساطه، وتعاملهم احسن معامله. المغرب يستضيف كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للعام 2025 بعدما سحبت نيجيريا وبنين ملفيهما المشترك، فيما نالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة مشترك لدورة العام 2027. الإعلان جاء في القاهرة حيث اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي. ما كان حلما صار علما. المغرب، المملكة المغربية، واحدة من سداس سيحتضن البطولة الأعز والأكبر والأكثر شعبية في العالم على قلب الرياضيين. إنها كأس العالم 2030 التي ستصادف الذكرى 100 على انطلاق البطولة أيضا. مبروك على المغرب. وفي نفس الوقت عندك واحد جارك الحيط على الحيط، برهوش ولد البارح سنان الحليب باقي الله قال بسم الله في الدنيا، تزاد من واحد العلاقه غير شرعيه، مو فرنساويه وباه تركي تنبو الاغا. شميكير كله مشاكل ما كاينش اللي تيقولها فيه زوينه. هاد جارك عنده واحد الدار كبيره، هي اكبر دار في الحومه، ولكن باباها رايبه ودايره بحال شي خربه، والجليج هو الاخر ما يكسبوش، وفي عوض ما يخدم على راسو ويجمع روينته
مقابلك غير انت، ما عنده لا شغل لا مشغاله من غيرك. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قناة الجزيرة أمس أن العلاقات مع المغرب وصلت إلى نقطة اللا عودة، وقطعت الجزائر علاقات مع الرباط في عام 2021 مع تصاعد التوتر حول نزاع الصحراء الغربية. الواقع أن الجزائر تضررت دبلوماسيا كثيرا في السنوات الأخيرة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وما تلا ذلك من احتجاجات في الشارع وحراك، وهي تريد أن تتدارك هذا التأخر. تعرف أن المغرب سجل خلال هذه الفترة عدة نقاط دبلوماسية. هاد جارك نكار الخير، نسى كاع المزيان اللي درتي معاه ملي كان باقي في كرش مو، وشحال وقفتي معاه حتى عطاه الله فكاكه سهله. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها. نسى شحال عاونتيه في سبيل الله ملي كان باقي كيدير ليكوش. إننا نطلب في هذه الساعة من شعبنا الملتف حولنا أن يشاطرنا الليلة ونهار غد في الإعراب عن تضامنه وتأييده للشعب الجزائري المكافح في سبيل حريته واستقلاله، فيدعو له في أعقاب الصلوات ويبذل ما يطيقه من المساعدة المادية والأدبية لتخفيف آلامه وأوصابه. C'est dans cette ancienne église de Casablanca que se fait la distribution de blé et de riz. Une chaîne de 160 postes de distribution de lait a été créée pour 90 000 enfants réfugiés. ونهار بغينا نوض السنان بغيت تعلم فيك العضان انت الاول، ديتي عطيتي لهم واحد جوج طرشات مزيانين باش تكمش في بلاصتو وبدا كيدمع. حقرونا. من ذاك النهار ما بغاتش تسترط ليه، ولكن عارف راسو الا جاك فاس غتعطي لمو عاوتاني. وحيت خونا ما عنده لا شغل لا مشغاله من غيرك، مقابلك غير انت والوبجيكتيف ديال حياته يدير لك المشاكل. مشى جاب واحد الشميكير ما عند مو لا اصل لا مفصل حتى حد ما عارف تصيلته منين جات، وحياته عذاب. شد هاد الشميكير وعطاه واحد البيت عنده في الدار، واكل شارب ناعس ومكسي من الفوق، ومطلوب منه حاجه وحده يدير لك انت المشاكل. وفعلا داك الشمكار ساعه كيسخن عليه راسو وكيجي كيبدا يلعب كره قدام باب داركم باش يصدعك، ولا يمشي يضرب بسكري ويبدا يخبط في الحيط اللي بينك وبينه باش يدير لك المشاكل. بعد الاستفزازات المتكرره والاعمال التخريبيه التي كانت تقوم بها ميليشيات البوليزاريو، تدخل الجيش المغربي ليله الخميس والجمعه ليطرد هذه الميليشيات من هذه الارض، ففروا هاربين في هذا الاتجاه مخلفين وراءهم خيم ومواد غذائيه محروقه. ولا يزال هذا المكان شاهدا على ما اقترفته ميليشيات البوليزاريو. ما زالت حيثيات التفجيرات التي طالت مدينة سمارة في الساعات الأولى من صباح الأحد مبهمة، بينما فتحت السلطات المغربية تحقيقا لكشفها. من جهتها قالت جبهة البوليزاريو أمس الأحد إن مقاتليها شنوا هجمات جديدة ضد القوات المغربية المتمركزة في مناطق المحبس وسمارة والفرسية حسب البيان. وانت راه فيك ما يمشي يشدو يعطي لهم واحد جوج صرفيقات واحد جوج نصوصه يلبد ما عمرو يقعد الراس، ولكن كتشوف حتى كتعيا وكتفكر الاغنيه ديال الحاجه الحمداويه الله يواليها برحمه الله. منين انا ومنين انت يا وين وانا حوز المغرب الخوامق تعيب على ربي. وكيجي في بالك واحد ولد جيرانكم عنده واحد ديسك تقول مغنيه عليكم وجابو لاصق. شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه، شوف انت قد ايه وانا قد ايه، شوف انت اصلك ايه وانا اصلي ايه، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين. كتشوف حتى كتعيا وكتنعس الشيطان وكتفكر داك الشيء الزوين اللي عندك في حياتك ولي زوبجيكتيف الكبار اللي انت خدام عليهم كتلقاها مسلكاش عشير، وكتفكر اصلا ان داك الشميكير واللي مسكنو وجه الصباع وجه المشاكل. الوغ علاش غنوصلهم لداك الشيء اللي هما باغيين؟ كتنوض اخويا كتجمع وريقاتك وكدير بالزمر دعوه ديال الافراغ في المحكمه، واصلا هذا الاجراء في صالحك وهذا هو احسن اختيار عندك. علاش؟ عندك محاميين واعرين، عندك الاوراق والشهود اللي كيثبتوا بانك انت هو مول الملك وقدم منه تما. اون بليس عندك علاقات زوينه مع الناس اللي حداك اللي ممكن كلهم يوقفوا معك،
اون اتوندون المحكمه دير خدمتها، راك عايش في دارك مبرع فيها عام سيدي، مشمش مستغل دارك بالطول بالعرض كي بغيتي. كيجيو عندك للدار غير الشخصيات الكبار وكدير معاهم لي زافير صحاح. قال لك القافله تسير والكلاب تنبح، ايوا خليه ينبح كي الكلب، شكون دافع؟ دابا قول لي الا كنتي انت في بلاصه الشخصيه اللي عاودت لك عليها شنو غدير؟ واش غتجمع الدوسي وغتمشي للمحكمه وتتبع الاجراءات القانونيه، او لا غتمشي عندك جارك والشميكير اللي عنده وغتخلي عشتهم بجوج؟ سيدنا الحلقه ديال اليوم سالات، كنتمنى تكون عجباتكم ونتلاقاو الفيديو الجاي. بلاتي خلي معك شي كومونتير ولا شي لايك ولا شي حاجه عزيزه. تهلاو.